كما وعدناكم سابقا، ها نحن ذا نتقدم إليكم ونستقبلكم في هذه الجلسة المباركة بتبيان القراءات النافعية العشر. هذه الروايات الأربع للأئمة أبو سعيد عثمان ورش المصري المتوفى في 197 هجري، والإمام أبو موسى عيسى بن مينا الزرقي المتوفى في 205 هجري، والإمام أبو محمد إسحاق المسيبي المدني المتوفى في 206 هجري، والإمام أبو إسحاق إسماعيل بن جعفر الأنصاري المتوفى في 180. نأخذ كل راوي والطرق التي تصل إليه، ونبتدئ بالإمام ورش المصري فله 3 طرق. الإمام أبو يعقوب يوسف بن يسار الأزرق المتوفى في 240 هجري، وله طريقان: طريق الإمام أبي بكر بن سيف المصري المتوفى في 307 هجري، والإمام أبو جعفر بن هلال المصري المتوفى في 310 هجري. الطريق الثاني هو طريق الإمام الأبي الأزهر عبد الصمد بن القاسم العتقي المتوفى في 231 هجري. والطريق الثالث للإمام أبي بكر محمد بن عبد الرحيم الأصبهاني المتوفى في 296 هجري. أما الإمام قالون المدني الزرقي فله 3 طرق: طريق الإمام أبي جعفر محمد بن هارون البغدادي المروزي والمتوفى في 208 هجري، وطريق الإمام أبي الحسن ابن الصفار الحلواني المتوفى في 205 هجري وله طريقان: طريق الإمام أبي علي الحسن الجمال المتوفى في 289 هجري، وطريق الإمام أبي عون محمد الواسطي المتوفى في 310 هجري. أما الطريق الثالث للإمام قالون فهو طريق الإمام أبي إسحاق إسماعيل القاضي الأزدي البصري المتوفى في 282 هجري. الراوي الثالث وهو الإمام إسحاق المسيبي وله طريقان: طريق الإمام أبي عبد الله محمد وهو ابن الإمام إسحاق المسيبي والمتوفى في 236 هجري، وطريق الإمام أبي جعفر محمد ابن سعدان الكوفي النحوي المتوفى في 231 هجري. الراوي الرابع وهو الإمام إسماعيل بن جعفر الأنصاري فله طريقان: طريق أبي جعفر أحمد بن فرح المفسر البغدادي المتوفى في 303 هجري، وهو طريق بواسطة، أي أن الإمام أبا جعفر أخذ الرواية عن الإمام الدوري عن الإمام إسماعيل بن جعفر الأنصاري. والطريق الثاني للإمام إسماعيل طريق الإمام أبي الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس البغدادي